آسر كان سايق عربيته وسط طريق جبلي ضلمة، ونور قاعدة جنبه ساكتة. فجأة GPS غير الطريق وقال لهم انعطف يساراً بعد 300 متر. الطريق دخلهم على قرية صغيرة مش باينة على الخريطة. البيوت كلها مهجورة والهوا ساكن كأنه ميت. نور بصت حواليها وقالت إحنا دخلنا فين؟ آسر رد وقال مفيش شبكة، هنبات هنا ونمشي الصبح. لقى بيت قديم مفتوح، دخلوا. الباب قفل لوحده ووراهم صوت زي همسة. رجعتوا تاني. البيت من جوه ريحته طين معفن وعتبته مكسورة. نور قالت المكان ده مش مريح. آسر شغل كشاف الموبايل. النور كشف رسومات على الحيط زي تعويذات أو طلاسم. نور قربت منهم وقالت إيه ده؟ دي لغة مش مفهومة. فجأة الباب اتقفل تاني. الموبايل فصل. صوت خطوات جت من فوق مع شقها طويلة. آسر بص النور وقال في حد فوق. ونور وشها بقى شاحب وقالت دي مش خطوات بني آدم. آسر طلع الدور التاني، لقى أوضة بابها شبه محروق. دخل لقى دايرة مرسومة على الأرض بالدم وجنبها شمعة مطفية ولسه بتدخن. نور دخلت وراه وقالت في حد كان بيعمل طقس هنا. آسر قرب من الدايرة. فجأة النور ولع لوحده والشمعة اشتعلت تاني. صوت أطفال بيضحكوا طلع من الحيطة ومعاهم صوت ست بتصرخ ما تفتحش الدايرة هتخرجهم. فجأة الأرض تهز تحتهم. نور بصت في مراية مكسورة في الأوضة، لقت نفسها بس انعكاسها كان بيبصلها وهو مبتسم رغم إن هي مرعوبة. آسر شدها وقال لها ابعدي عنها، بس فجأة انعكاس آسر ظهر ووشه مشوش ما فيهوش ملامح. المراية بدأت تنقط دم وصوت جاي من جوه بيقول اللي بيبص في المراية بيبدل. نور سحبت آسر وخرجوا بسرعة، بس قبل ما يخرجوا انعكاسهم لسه واقف جوه بيضحك. في قبو البيت آسر لقى صندوق خشب قديم وعليه نفس الرموز. فتحه لقى مفتاح حديد عليه دم ناشف. نور قالت ده المفتاح اللي اتكلمت عنه الست في المراية. أول ما آسر مسكه الدم نور بلون أحمر وصرخة عالية خرجت من الصندوق. البيت كله بدأ يهتز وصوت من بعيد بيقول فتحتوا البوابة دلوقتي مش هتعرفوا تقفلوها. نور سمعت صوت بكاء طفل جاي من الأوضة اللي جنب القبو. آسر قال لها استني هنا أنا هشوف. دخل الأوضة لقى سرير صغير مهزوز لوحده والحيطة مرسومة عليها طفل بيعيط وعيونه سودة تماما. فجأة السرير وقف وظهر وراه طفل صغير حقيقي بنفس الملامح، عيونه سودة ومش بيرمش. قال له بصوت خشن بابا. آسر رجع لورا بس الطفل قال لو نمت مش هتصحى تاني. نور سمعت صوت طقطقة غريبة فوقها، رفعت راسها للسقف. لقت جثة ست متعلقة من رجليها، عينيها مفتحة وبص عليها. الجثة اتحركت فجأة وبقت تبص يمين وشمال. نور صرخت. آسر جري يشوف لكنه لما دخل الأوضة ما شافش حاجة. قالت له كانت هنا، كانت بتضحك. فجأة سمعوا ضحكة أنثى في ودانهم هما الاتنين، مش طالعة من أي مكان بس حسوها جوه دماغهم. آسر حاول يقفل باب الأوضة عشان يرتاحوا شوية. قفلوا وبعد ثانيتين اتفتح لوحده. قفلوا تاني اتفتح تاني. نور قالت الباب ده مش بيقفل. مسكته هو وهي بإيديهم الاتنين. الباب اتقفل بس حسوا بحد بيشد من الناحية التانية. فجأة الباب اتفتح بعنف ووش ست مشوهة ظهر لحظة وبعدين اختفى. نور وقعت على الأرض من الصدمة وآسر وشه اتبدل من الخوف. نور بصت في ساعة قديمة فوق رف في الصالة، لقيتها بتعد بالعكس، كانت بتعد من 5 دقايق لورا. سألت آسر هي الساعة دي بتعد ليه؟ فجأة الساعة ضربت جرس عالي والأرض بدأت تهتز وكل الصور على الحيطة وقعت في نفس اللحظة. في وشوش خرجت من الصور قبل ما تقع وكلهم كانوا بيبصولهم بنفس العين، عين الجن. نور مسكت إيد آسر وقالت إحنا اتلعنا في لعنة الزمن. في آخر الطرقة نور شافت ست قاعدة على الأرض، ظهرها ليهم، شعرها طويل ومبلول وبتعيط،
بس مفيش صوت. آسر قرب منها وقال: انتي محتاجة مساعدة؟ الست لفت وشها، ملامحها مش موجودة، بس دم بينزل من مكان عينيها. قامت وبدأت تمشي ناحيتهم من غير صوت، رجليها مش بتلمس الأرض. نور شرخت وقالت: دي مش بني آدمة، اجري! والست فضلت ماشية وراهم. نور كانت بتبص في مراية قديمة في أوضة مهجورة. فجأة شافت نفسها بتتحرك لوحدها جوه المراية. آسر واقف وراها، لكن صورته مش باينة في المراية. قالت: آسر، أنت مش باين في المراية. قرب منها فظهرت صورته فجأة، بس كانت مبتسمة ابتسامة شريرة وهو نفسه مش بيبتسم. نور صرخت والمراية اتشرخت، وخرج منها الصوت بيقول: اللي بيشوف الحقيقة بيختفي. آسر ونور دخلوا ممر طويل عشان يلاقوا طريق الخروج، بس كل ما يمشوا الممر يطول أكتر. الإضاءة خافتة والحوايط مليانة علامات غريبة. نور قالت: إحنا بنلف في دايرة. آسر بص وراهم، لقى الباب اللي دخلوا منه اختفى. فجأة الأرض اتشقت وطلع منها إيدين سودة بتمسك رجليهم. نور صرخت: إحنا في مكان مش طبيعي خالص. وحاولوا يجروا، لكن كل خطوة كانت بتسحبهم لتحت. نور سمعت صوت أمها بتنادي عليها مع إنها ميتة من سنين. آسر قال لها: ده مش صوتها، ده تقليد. بس الصوت فضل ينادي: تعالي يا نور، ماما مستنياكي. والجو برد فجأة. نور مشيت ورا الصوت لحد ما دخلت أوضة، لقت أمها قاعدة في الضلمة. بس لما قربت الست رفعت وشها، ما كانش ليها وش أصلاً، مجرد جلد ناعم ومطفي. نور رجعت جري تصرخ: دي مش أمي! في الصالة كان في كرسي هزاز قديم بيتهز لوحده. نور قالت: مين اللي قاعد عليه؟ وآسر قال: فاضي. بس صوت غريب طلع من الكرسي بيقول: أنا كنت هنا قبلكم ولسه قاعد. الكرسي اتوقف لحظة وبعدين اتحرك بسرعة، ووش شفاف ظهر على ظهره. نور مسكت راسها وقالت: الصوت جوه دماغي. آسر حاول يحرك الكرسي لكنه اترمى بعيد. آسر لقى كتاب قديم في القابو عليه رموز غريبة. لما فتحوا الصفحات نزل منها دم. نور قالت له اقفله بسرعة، لكنه ما قدرش، ايده كانت لازقة في الورق. الكتاب بدأ يولع بلون أزرق غريب، وصوت جاي من بين السطور بيقول: اتقريتي، لعنتك ابتدت. آسر وقع على الأرض والرموز بدأت تطلع على جلده. نور صرخت وهي بتحاول تشده بعيد. آسر ونور لقوا باب سري بيؤدي لتحت الأرض. نزلوا ولقوا مقبرة فيها توابيت مفتوحة، بس مفيش جثث. نور همست. كلهم خرجوا، وفعلا آثار تراب باين إنها خارجة من التوابيت. فجأة سمعوا أصوات خطوات وراهم، ولما لفوا لقوا أشباح لابسين كفن ماشيين في دايرة بيهمسوا بلغة غريبة. آسر قال: دي طقوس استدعاء أرواح، وإحنا دخلنا في النص. نور مسكت إيده وقالت: إحنا لازم نخرج دلوقتي. نور شافت باب خشب قديم وصرخت: باب الخروج! جريت ناحيته، بس أول ما قربت الباب اختفى، ظهر في آخر الطرقة. آسر قال: ده مش طبيعي، الباب بيتحرك. وفعلا كل ما يقربوا الباب يختفي ويظهر في حتة تانية. فجأة ظهر على الحيطة فوقهم. نور رفعت عينيها وقالت: إحنا في فخ. وجه جني بيضحك ضحكة مجنونة وقال: الخروج مش ليكم. في نص الأرض ظهرت حفرة عميقة وسودة، كأنها بتبلع النور حواليها. آسر قرب منها وسمع صوت بينادي عليه: آسر، انزل، وعدناك بالقوة. نور صرحت: ابعد عنها، لكن رجليه كانت بتتزحلق كأن الأرض بتجذبه. الحفرة بدأت تطلع منها إيدين سودة طويلة تحاول تسحبه. نور جريت تمسكه، لكنها شافت جني بيبتسم جوه الحفرة وقال لها: إما تسيبيه أو تيجي معاه. نور بصت على الحيطان في الطرقة ولقيتها مليانة وشوش بتصرخ، حفر محفورة كأنها كانت وجوه بشرية، وكل وش بيحرك شفايفه كأنه بيتعذب. آسر قال: دول أرواح اتخبست هنا، وبدأ وشه هو كمان يظهر على الحيطة. نور صرخت: انت بتختفي، وحاولت تشده، بس الحيطة كانت بتمتصه.
ووشه بيتحول لحجر. نور ضربت الحيطة بإيدها وهي بتعيط. مش هسيبك تموت هنا. فجأة لقوا نفسهم في نفس الأوضة اللي بدأوا فيها، الدواير مرسومة تاني والشموع مولعة والكتاب القديم على الأرض. نور قالت كل حاجة رجعت زي الأول. آسر قال الطقوس لسه شغالة، لازم نكملها عشان نخرج. بدأت تقرأ من الكتاب، بس صوت جني جه من وراهم وقال قرأتوا أولها مش هتعرفوا تختموها. وكل شمعة بدأت تطفي واحدة ورا التانية، والأوضة دخلت في ظلمة كاملة. نور قلبت صفحة من الكتاب، لقت حروف بتتكون لوحدها. آسر قال بخوف الكتاب بيكتب نفسه، وفجأة الحروف ساحت وتحولت لحبر أسود بينزل من الصفحات ويكتب على الأرض. الحبر بدأ يتحرك كأنه كائن حي، وفجأة طلع منه وش بيصرخ. نور وقعت الورقة وهالت ده مش حبر، دي أرواح اتحبست جواه. الحبر لف حوالين رجليهم وبدأ يشدهم لجوه الدايرة. آسر صرخ اقري، كملي القراءة بسرعة. ونور بدأت ترجع تقرأ وهي بتعيط. نور كانت بتقرأ من الكتاب وفجأة صوتها اختفى. آسر بص حواليه وما لقاهاش. الأرض فاضية، الكتاب مفتوح، بس نور مش موجودة. صرخ بأعلى صوته نور، وبدأ يسمع صوتها من بعيد كأنها محبوسة في بعد تاني. جري ورا الصوت، وكل ما يقرب المسافة تزيد. فجأة ظهر طفل نور بتبصله بعيون حزينة وقالت له اخرج قبل ما تحبس زيي، واختفى التاني. آسر قال مش هسيبك حتى لو دخلت جهنم عشانك. آسر جري ناحية الحيطة اللي ظهر فيها طيف نور، لكن الحيطة كانت عاملة زي سائل بيتحرك. أول ما لمسه إيده دخلت جواها وبدأت تشده بالكامل. صرخ وهو بيقاوم، بس كل ما يقاوم الحيطة تبتلعه أكتر. جوه الحيطة شاف مشاهد من ذكرياته مع نور كأنها بتودعه. سمع صوت بيقول هتفضل تدور ولا هتسيبها وتعيش؟ آسر صرخ أنا مش بعيش من غيرها، ودخل جوه الحيطة بالكامل. في ظلام تام آسر فتح عينه فجأة، لقى نفسه في فضاء اسود لا نهائي، بس حوالينه في عيون بتنور من الضلمة، مئات العيون وكلها مركزة عليه. نور ظهرت من بعيد ماشية ناحيته، بس كل ما تقرب العيون تزيد. فجأة صوت جه من كل اتجاه انتم الاتنين كسرتوا العهد. الأرض بدأت تهتز، وآسر مد إيده لنور وقال إيدي في إيدك مهما حصل. وهي مسكته والعيون بدأت تختفي واحدة ورا التانية. نور وآسر لقوا نفسهم واقفين قدام طريق طويل، الأرض عليه مبلولة بدم، وكل خطوة بيمشوا فيها الدم يصدر صوت زي الصراخ. الحيطان حوالينهم فيها نقوش بتحكي عن لعنة قديمة. فجأة طلع قدامهم تمثال حجري لجني ضخم، عينيه فيها نار، وقال بصوت جهوري عشان تطلعوا من هنا لازم تضحوا بحاجة بتحبوها. آسر بص لنور، ونور بصت للكتاب اللي في إيدها، وبدأ القرار الأصعب. آسر قال أنا أضحي بنفسي، بس نور تخرج، ونط قدام تمثال الجني. لكن نور صرخت لأ، ورمت الكتاب جوه دايلة الدم. التمثال بدأ يهتز، وعيونه نارها زادت، وقال بصوت عميق الكتاب كان روح اللعنة، وتدميره حرركم. بس قبل ما التمثال يختفي مد إيده وضرب نور ضربة طيرتها بعيد. آسر جري عليها وهو بيصرخ نور، ومسكت إيده بصعوبة وقالت أنا معاك لحد الآخر. الكتاب اتحرق تماما، وفجأة الأرواح اللي كانت محبوسة بدأت تطلع من الحيطان والسقف. كانت بتبكي، بس وشوشها بدأت تبتسم. نور قالت وهي بتبص حواليها دي أرواح الناس اللي اتحبست هنا سنين. وآسر رد وإحنا حررناهم. الأرواح طافت حواليهم، ونور بدأت تقوم على رجليها، والدم على الأرض اختفى، وبقى نور أبيض بينور المكان كله. الجن اتحول لتراب، والباب الكبير اتفتح لوحده. نور وآسر خرجوا من باب القبو وطلعوا فوق، لقوا نفسهم في بيت جد نور، لكن كل حاجة متغيرة. الشمس طالعة والمكان نظيف كأن السنين اللي فاتت ما حصلتش. نور بصت لآسر وقالت
إحنا رجعنا الزمن. وهو ابتسم وقال: أو يمكن بدأنا من جديد. صوت همسة جه من وراهم: شكرا لأنكم خلصتونا من اللعنة. وبصوا وراهم لقوا الجدة واقفة وشكلها شاب ووشها مبتسم. في أوضة جدتها نور لقت صندوق خشب صغير جواه رسالة مكتوبة بخط قديم: لو وصلتوا لآخر الطريق يبقى أنتم من مختارين اللي كسروا اللعنة. نور دمعت وقالت: هي كانت عارفة إننا هننجح. وآسر فتح الدولاب لقى صورة قديمة نور وهي طفلة واقفة جنب الجدة، بس في الصورة في وش تالت في المراية وراهم. سكتوا لحظة وآسر قال بهزار: مش هنقرب مرايات تاني أبدا. آسر ونور قاعدين في الجنينة. نور قالت: أنا كنت فاكرة إن دي نهاية حياتي، طلعت بداية جديدة. آسر بصلها وقال: إحنا اتولدنا من جديد بعد ما متنا جوه الكابوس ده. نور ضحكت وقالت: بس برضه لو حصل حاجة تانية مرعبة هنواجهها سوا. وآسر قال: ده وعد. بس في الشباك فوق في ظل واقف ساكت بيراقب. إحنا كده خلصنا حكايتنا. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة ودوس لايك علشان نستمر في نشر القصص. كان معاكم أحمد خلف.